الرحمن الرحيم. وقلنا لنا عودة ببرنامج ترند. احنا بنتكلم في كل المجالات اللي على الساحة المصرية، يعني رياضة هتلاقي، سياسة هتلاقي، فن هتلاقي. طيب ايه اللي بيشغل الرأي العام دلوقتي، او ايه اللي يعني عامل ترند؟ اول حاجة قالك مسلسل جعفر العمدة بيجهزوا لعمل جزء تاني. ليه؟ محمد رمضان مسافر برا مصر، هيرجع هيقعد مع محمد سامي، ومحمد سامي لو اتفقوا هيبتدي يكتب الجزء التاني ويشتغلوا فيه. وطبعا ده جزء مكتوب عليه النجاح من قبل ما يتعمل. انت لما تجمع محمد رمضان ومحمد سامي مع بعض لازم ينجح. يعني مين هيعديهم؟ محمد سامي احسن مخرج، بيعلي الممثل اللي قدامه، ومحمد رمضان اعلى اجر والناس بتحبه. فدول المسلسل ده مكتوب عليه النجاح من قبل ما يتعمل، ويبقوا مش اذكياء لو تراجعوا عن الفكره. محمد سامي ممكن يجي يقول لك لا انا مش هعمل ده، انا هعمل حاجه تانية. لا، الذكاء انك تستغل النجاح ده وتبني عليه، خاصه ان الاحداث مطاطه ممكن تقدر تبني عليها. ده في الفن. افلام العيد، على ما شفت فيلم اسمه بيت الروبي، كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز. شكله كده فيلم من نوعية الأفلام اللايت كوميدي، شكله فيلم ظريف يعني. بس هو أهم حاجة، بس يعني يا ريت كريم عبد العزيز يبعد بقى عن شخصية الشاب الشقيان. يا سيدي عملتها من واحد من الناس لغاية النهاردة. كل أفلامك الشاب الشقيان اللي بيجري على أمه وإخواته. خلاص غير بقى، غير. زي ما تقول هو عشان برضو يعني كريم عبد العزيز ابن ناس، فعاش حياة مرفهة، لأن ابن المخرج الكبير محمد عبد العزيز. ف بيحب يعمل الشخصيات اللي هي اللي هو ما اتعاملش معاها وهو طفل، ما اتعاملش معاها لو هو شاب، حاجة مختلفة عنه. بس خلاص اتعملت واتحرقت، زي ياسمين عبد العزيز. خلاص عملت كوميدي كتير جدا، خلاص. وخدوها كده قاعدة: الكوميديان، الشخص الكوميديان ما يقدرش يفضل رقم واحد طول الوقت. ليه بقى؟ لان انت هتضحك الناس السنه دي، هتضحكهم السنه الجايه، هتضحكهم السنه اللي بعديها اقل شويه، واللي بعديها اقل شويه، واللي بعديها اقل شويه، وبعد كده هتخلص. ده اللي ادركه مين؟ عادل امام. عادل امام ادرك النقطه دي كويس جدا. قال لك لما فؤاد المهندس خد له فتره الستينات كان نمره واحد، وبعد كده راح فين؟ راح. اسماعيل ياسين خد فتره الخمسينات كان نمره واحد، وبعد كده مات مفلس. فذكاء عادل امام خلاه يخش تراجيدي، بقى يعمل افلام تراجيدي: حب في الزنزانه، الغول، وشويه وقام عامل حاجات تخص قضايا البلد. كراكون في الشارع عن ازمه السكن، الارهابي عن ازمه الارهاب. هوبا قام راجع علينا تاني بالكوميديا بخيت وعديله. هوبا السينما بعد فيلم اسماعيليه رايح جاي اتقلبت سينما الشباب، قام جايب هو شباب معاه وعمل التجربه الدنماركيه والفيلم اللي كان طالع فيه اعمى ده وكده. هوبا بقت المسلسلات واكله الجو من بعد الثوره اكتر من الافلام، فبدأ يعمل مسلسلات، عمل فرقة ناجي عطا الله ومعرفش ايه وايه وايه. هو طبعا دلوقتي غير قادر على العمل. اي حد يقول لك عادل امام بيحضر حاجة، انسى، ما يقدرش يشتغل دلوقتي خلاص. وحتى ما بيحبش ان صورته تظهر، لان طبعا الكبر خلاص بان عليه يعني. انا مش عارف ايه الافلام التانية اللي نازلة في العيد. بس تقريبا احمد عز نازل بفيلم اعتقد. بس آه، من حيث الرياضة بقى، طبعا الاهلي يعني في اوج تألقه. وطبعا احنا عندنا ترزي، في ترزي، عارف الترزي بتاع الهدوم؟ احنا عندنا ترزي بيخيط وبيظبط جدول الدوري بالمقاس.
يعني الاهلي بيلعب في افريقيا اجل له 19,000 ماتش مش مشكله، في حين ان الفرق التانية في البلاد التانية بتأجلهاش ماتشات ولا حاجه. ف طبعا الموسم ده هو موسم اهلاوي بكل المقاييس. خلاص هو الاهلي اول ما اطهر الطاهر ضيع ضربة الجزاء قلت الاهلي هياخد البطولة دي. طب هل الاهلي احسن فريق في افريقيا؟ نيفر. احسن فريق افريقيا بلا منازع سان داونز. طيب في فريق يتغلب 5 وياخد البطولة؟ دي حاجة ضرب من ضروب الخيال. عشان انا زملكاوي، انا راجل زملكاوي تمام، بحترم سيستم ومنظومة الاهلي، بس الاهلاويه مش عايزين يعترفوا ان فعلا عندهم كم من الحظ مش موجود عند اي فريق في العالم. وما تقوليش الحظ بيروح للي يستاهلوا، لا، ياما مواهب اتدفنت وكانت تستاهل والحظ ما ادهاش. يعني انت تبقى بره البطوله ولعيب في الدقيقه 98 على ارضه يضيع ضربه جزاء عشان انت تخش تاني البطوله وتفضل ماشي بالزق لغايه ما توصل للنهائي، وكوره محدش كان متوقع انها تخش في الشبكه اصلا ما ودخلت. هنيالك. عشان كده دايما اقول ايه، يا رب اديني نص حظ الاهلي.